علشان نروح للماتشات التانية ونلقي النظر عليها برضو، كابتن شاذلي كابتن علي، ايه اللي المفروض يعمله الزمالك علشان يتفادى اخطاء المواسم السابقه؟ لان برضو يعني فريق بحجم الزمالك عندما يتقدم بهدف ثم يخسر ثلاثة، دي برضو علامه استفهام كبيره جدا، لابد ان احنا نتوقف عندها ونقول ايه اللي المفروض يعمله فنيا سريعا كده قبل ما نروح للماتشات حتى يتجاوز اخطاء المواسم السابقه ويظل منافسا كقيمه الزمالك. لا تفقد الانضباط في التنظيم الدفاعي، ده من اخطر ما يمكن. النهارده درس فيه ان لا تفقد الانضباط حتى لو، وخصوصا لما تندفع في الناحيه الهجوميه. يعني فرقه تقيله تحسبها ازاي يا كابتن طاهر؟ التقيل لما بيجازف في الناحيه الهجوميه ما بيفقدش الالتزام في الناحيه الدفاعيه، والعكس صحيح، لما بيدافع ما بيفقدش الخطوره الهجوميه. دي سمات الفرقه التقيله. طيب كابتن شاذلي برضو سؤال بيحضرني. ايوه حبيبي. هل كثافه النجوم احيانا بتضر او ضرت النهارده بنادي الزمالك؟ لا ضرت طبعا. يعني هذا العدد لابد اختصاره، بدل ما نلاعب 5 نجوم نلاعب 3 ونخلي 2 تانيين يشتغلوا تحتيهم، بمعنى يعني البلدي كده ما ينفعش الفرقه كلها مهندسين. مظبوط. لازم يبقى في شويه عمال وشويه مهندسين. مظبوط. هو الزمالك السنه اللي فاتت لعب احسن مبارياته براس حربه واحد باحمد جعفر، احسن مبارياته، وكان بيلعب وراه 3 بعلاء علي ناحيه اليمين وحسين ياسر ناحيه الشمال وشيكابالا. السنه دي بيلعب قلب الطريقه خالص، وده يمكن احنا قلنا احد مشاكل نادي الزمالك النهارده ان هو بيلعب زي 4-4-2 او 4-2-4، وبالتالي بيلعب بجناحين ثابتين اللي هو شيكابالا وحسين ياسر، ودي بتاثر على وسط الملعب، لا بكثره المهاجمين ولا بقلتها. بايه؟ بخلق فرص ازاي؟ بخلق مساحات للمهاجمين ازاي؟ المهاجمين بيستغلوا المهاره الفرديه بتاعتهم عشان يجدوا الحلول، في ربط بين راس حربه وراس حربه، بعمل خد وهات يبقى مني للجول، في بشوف لعيب جناح عندي بيعدي وبيرفع بستناه، يعني في ربط كتير قوي غير العدد ملوش دعوه. طيب سؤال اخير كابتن قبل ما نروح للنتائج، كابتن علي، كم يتحمل حسام حسن في المية مسؤوليه هزيمه اليوم؟ في كلمه واحده. لا هو طبعا الجهاز الفني هو مشترك في الفوز ومشترك في الهزيمه. تمام. فمؤكد مشارك، يعني لما يبقى النسبه، يعني النسبه يتحملها، يعني مش هقدر اقول لانه برضه عنده لعيبه اخفقت وعنده لعيبه ما قدرتش، لكن واضح يعني انا اقدر ادي طبعا الجهاز الفني الانبي نسبه عاليه جدا لانه ادار المباراه بكفاءه عاليه جدا. تمام. وبالتالي انا بشوف ان الجهاز الفني مشارك. تمام. لابد، لانه هو اللي بيشارك في النصر، هو اللي بيشارك في الهزيمه. تمام. كابتن شاذلي، الفوز مستحق والنتيجه منطقيه طبقا للاداء. خلال الشوط الثاني مفيش كلام. تمام. طيب هنلقي برضو بعض، نشوف ماتشات اليوم حصل فيها ايه. اعتقد معانا تليفون، معانا كابتن معتصم سالم. ونتيجه الاسماعيلي والجونه كانت هي فوز الاسماعيلي بهدفين مقابل هدف. حرس الحدود تعادل مع المقاولون العرب 1-1، وبتروجيت فاز بهدف على سموحه. وكابتن معتصم سالم، وطبعا الزمالك خسر امام انبي 3-1. كابتن معتصم مساء الخير ومبروك النقطه التاسعه، و صداره مع الانتاج الحربي ورغبه في تحقيق شيء لجماهير الاسماعيلي الكبيره العاشقه لكره القدم. مبروك. مساء النور يا كابتن طاهر، وبقول لحضرتك كل سنه وانت طيب، وعلى كابتن حسن وكل سنه وانت طيب يا كابتن علي. سنه وانت طيب يا معتصم ومبروك. الله يبارك فيك يا كابتن علي، ربنا يكرمك. الحمد لله النهارده مكسب كويس يا كابتن طاهر، زي ما حضرتك بتقول. الفرقه الحمد لله ماشيه كويس من اول السنه، واحنا مركزين ان احنا الحمد لله ان احنا نكسب الماتشات كلها لسببين. ضغط موجود على طول، بيحاولوا يضغطوا، لكن التشتيت ترجع تاني عبد الشافي. هوبا جوه جول يا عبد الشافي، جوه جول عملها محمد عبد الشافي. صاروخ صاروخ صاروخ. تعمل ايه يا ابو جبل؟ والجمهور على طول رايحين طبعا يهنوا حسام حسن. بقول لحضراتكم الزمالك بدا بقوه، المحاولات زملكاويه انفراد عمرو زكي، انما كان انذار ونقود خطر مبكر جدا في الدقيقه الاولى بانه الزمالك يسعى. ادي عبد الشافي، شوف حطها قدامه يا ولد العيد، ورؤيه صاروخ صاروخ تفزع محمد ابو جبل. ادي بتتعد مره ثانيه. حلو سليمان الصفتي عايز يلم وليد، لم وتخلص، هيلعب طول عرضيه يلعبها لورا، خطر ابو العلا
تترد وقت جوه الجول، جوه الجول يا ابو العيله. قلت لك خلي بالك من وليد سليمان، هو مستني الكره دي من بدايه المباراه، عدى وفات بسن الجزمه ويعمل العرضيه لورا بذكاء كبير جدا، لان احمد عبد الظاهر كان اتمسك، عملها لورا لابو العيله اللي جاي مش متراقب تمام، يلعبها ابو العيله تخبط في ايد الحضري وفي القايم اليمين وتتهادى داخل الشباك عشان يبقى شوفها تاني. يا سلام عليك يا ولد، يا سلام يا ولد، شوف الرؤيه، شوف الرؤيه، قلنا كل الرؤيه. بصت وليد سليمان دي ما رضيش يلعبها لعبد الله لانه اتمسك هنا، وبص لابو العيله وابو العيله الكره كانت قويه، وعصام الحضري ينقذ هدف مؤكد تاني. تاني ملعوبه خطيره خطيره جوه جول يا ناصر، جوه جول محمد ناصر. قلت لحضراتكم مشروع لعيب جيد، ولما لعيب صغير يبقى عنده الثقه دي بشجاعه وباقدام على طول الكره فولي في الهواء ياخدها بوش رجله الشمال في المقص الشمال لمرمى عصام الحضري عشان تصبح النتيجه 2-1 الزمالك. بدلت الخطا كويس ومفيش رقابه عليه. الانسجام مش هيحصل طويله، ومنتهى الخطوره انفراد تاني، انفراد تاني، فرصه طلع الحضري جوه الجول، جوه الجول. خلصها ديفونيه، خلصها ديفونيه في غفله من دفاع الزمالك. قلت لحضراتكم دفاع هجومي كبير جدا، لجوء لكل الاوراق الهجوميه مع تخلي عن حظ. هزيمة ثقيلة للزمالك، خسر أمام إنبي 3-1 ويخسر النقطة الرابعة هذا الموسم. كابتن جمال بنرحب بيك، حكم مباراة اليوم. قبل ما نخش في الحالات احنا كنا شايفينه جميل صراحة، انما طبعا مش هنقدر نجزم الا لما كابتن جمال يديله الشهاده. لا هو طبعا النهارده الحقيقه ياسر عبد الرؤوف ووليد شعبان وشريف صلاح كونوا طاقم تحكيم اكثر من رائع النهارده. ياسر عبد الرؤوف النهارده بغض النظر عن القرارات معظم قراراته صحيحه، لكن بغض النظر عن القرارات لازم الفت نظر الناس الى انه لياقه بدنيه عاليه جدا، تمركز رائع في معظم الحالات، شفناه كتير جدا داخل منطقه الجزاء. شفنا في قناعه من اللاعبين بقرارات هو خدها، هي تعتبر قرارات صعبه، لكن اللي سهل من تقبل اللاعبين فيها تواجده في المكان المناسب. في شجاعه، مفيش تاثر بالضغوط اللي حواليه، حكم واضحه جدا، شخصيه رائعه النهارده. يعني كل مقومات وسمات الحكم الرائع كانت موجوده النهارده في ياسر عبد الرؤوف، برغم ان احنا برضه هنختلف معاه في بعض الحالات، ولكن ده شيء طبيعي في التحكيم. لكن شوف انت لما بتسالني بتقول لي بشكل عام، لما نيجي نتكلم على التحكيم بشكل عام قبل ما نخوض في الحالات نقدر نقول ان هم النهارده نجحوا بشكل كويس جدا. وحكام المساعدين وليد شعبان وشريف صلاح من افضل الحكام المساعدين، ولو اننا برضه هنختلف مع وليد شعبان في لعبه وحيده انا بعتبرها مهمه، ولكن هو ايضا عنده حالات تميز كتير. تمام، اتفضل يا كابتن. نروح للحالات ونبتدي مع بعض نشوف اول حاله في المباراه، ونشوف هنا في فاول على نادي الزمالك. شوف تدخل هنا من لاعب نادي الزمالك ابو كونيه، ونشوف ياسر عبد الرؤوف هنا بيحتسب ركله حره غير مباشره. هي مش ممكن تكون غير مباشره، وفي نفس الوقت مش ممكن دي تمر اهو ادي الكوره، وشوف الرجل ادي اهو التلامس حصل والدخول بهذا الشكل فيه تهور. اذا هنا ياسر هرب من احتساب التهور بانه ادى ركله حره غير مباشره، شاف ركله حره غير مباشره من عنده، فالركله الحره غير مباشره معناها ما فيش تلامس، يعني معناها ما فيش انذار، ولكن الحقيقه اللعبه كانت يجب ان تحتسب ركله حره مباشره وانذار للاعب الزمالك. اول حاله عند شريف صلاح، حاله تسلل، ونشوفها من زاويه التسلل، ونوقف الكوره عند لحظه لعب الكوره. لا خلينا لحظه لعب الكوره، ايوه كمان شوي، بس دي لحظه لعب الكوره، ونشوف هنا التسلل بجزء من جسمه براسه، ممكن تمشي. ما هي دي الحالات الصعبه يا كابتن، اللي عشان كده بنقول في تميز. يبقى التميز في الحالات اللي زي دي ما نجيبش تسلل ب5 متر ولا ب3 متر ولا ب2 متر ونقول برافو المساعد حكم مساعد، لان ده شيء طبيعي. التميز في الحالات اللي زي دي تمركزه الصحيح اللي هو مخبيه الحقيقه اللوجو بتاعنا ده يخلينا نقول ان هو واخد القرار الصحيح. اذا قرار صحيح عند شريف صلاح
واللوجو بتاعنا ده النهارده، واللوجو بتاع مخرجنا اللي جابه لنا تقريبا 4000 مره النهارده. اللي هو جايب اسم الناديين. جايب اسم الناديين. ده اكتر من احداث المباراه النهارده. نشوف كل ربع دقيقه تقريبا. نشوف الحاله الثالثه من المباراه. وايضا هنا عند شريف صلاح، وايضا حاله تسلل. خلينا عند لحظه لعب الكره تاني كمان. دي واضحه دي كمان بس. لا ايوه، ارجع سنه. خلينا لحظه لعب الكره كمان، ارجع سنه كمان بس. دي لحظه لعب الكره يا كابتن طاهر، دي بقى واضحه. ده ما اقدرش اقول له هنا ده تميز، دي حاله سهله، لان دي حاله سهله وهو نجح فيها. نروح بعد كده للدقيقه 21 ونشوف هنا. طبعا دي حاله التسلل الصحيحه اللي رفع عليها الحكم المساعد الدولي شريف صلاح. هنشوف هنا في دفعه من فتح الله. وخلي بالك يا كابتن طاهر عشان تركز معايا في الحاجات دي. الدفعات دي يا رب نشوفها كده جوه منطقه الجزاء، تتحسب اللوجو يا كابتن اللي ادي دي. شوف الدفعه دي، ارجع تاني وريها لنا. شوف الدفعه دي. ارجع بس، اقف عند اللقطه دي، اقف عند اللقطه وعند الدفع، كمان ارجع كمان شويه بس هنا. ايوه بس هنا. شوف هنا، شوف الحكم هنا يا كابتن وصل لغايه فين. ده الكلام اللي كنت بقوله من الاول. وصل للمكان اللي ما فيش لعيب هيقدر يعترض. بس نتمنى بقى انه الدفعات اللي زي كده لما تحصل جوه منطقه الجزاء من المدافعين تحتسب ركلات جزاء. عايزين نفس المستوى في احتساب الخطا، لانه الفاول لم يفرق بين احتسابه داخل منطقه الجزاء وخارج منطقه الجزاء. بقى بنفس اللياقه بتاعت الكابتن ياسر او بنفس التمركز. قرار صحيح ورائع من ياسر عبد الرؤوف، التمركز قبل القرار. هنشوف هنا فاول لصالح الزمالك، وبعدين هنا ايضا في تحذير. الفاول لصالح الزمالك لان ياسر هنا لاعب كوره. اي حد تاني ممكن يحسب الكره دي لصالح لاعب انبي، لكن هو اللاعب هو اللي تسبب في الخطا. لو شفت اللعبه من الاول هتلاقي اللاعب هو اللي رجع بظهره، وهو اللي اصطدم، وهو اللي تسبب في الاصطدام، وهو اللي استمر هو اللي استمر في الميل وخد اللاعب اللي في ظهره ونزل بيه. دي فاول بتاع لعيب كوره، وايضا قرار رائع من ياسر عبد الرؤوف. نروح بعد كده للعبه نبتدي نختلف مره ثانيه مع ياسر فيها. هنا اتحسبت فاول لصالح حسين ياسر. الفاول اتحسب، وبعدين اللعيبه حطوا الكوره ولعبوا وهو رجعهم تاني. لو انا يا حكم انا من حق اللاعب يلعب بسرعه. مش عايز ال10 ياردات، يلعب بسرعه. امتى اللاعب، وبعدين خصوصا ان زميلهم هو اللي في الارض، يعني ده مش مدافع، يعني زميله هو اللي على الارض، وعمرو زكي عايز يلعب بسرعه والحكم لسه ما قالوش استنى. العب على 10 ياردات. ودي دايما بنقولها للحكام، يا حكم لغايه لما تقول للعيب استنى ما تلعبش، اللعيب من حقه يلعب. لغايه لما انت تقول له استنى ما تلعبش اللي على الصفاره في الوقت ده، الفتره الزمنيه دي، هو من حقه يلعب. طبعا ده الفاول، واحنا برضو مش متفقين مع ياسر في احتساب الخطا، ولكن الدرس الثاني مساله استئناف اللعب بسرعه. اذا اللاعب عايز يلعب بسرعه سيبه يلعب بسرعه. هنشوف هنا بعد كده فاول على حسين ياسر وانذار من حكم المباراه ياسر عبد الرؤوف. نشوف في اللعبه مره ثانيه. طبعا هو عامل مجهود كبير الحقيقه، وكان باين عليه ان هو باذل مجهود كبير في المباراه خاصه في الشوط الاول. ده انذار حسين. نشوف اللعبه ونشوف الاعاده. لا اللوجو اهم. الدخول. مخرج المباراه النهارده هرانا لوجو. ادي طريقه الدخول يا كابتن طاهر. هرانا انبي والزمالك نفس الطريقه اللي دخل بيها لاعب الزمالك ابو كونيه. هي نفس اللعبه. فيها تهور دي هي نفس اللعبه. نفس اللعبه دي استحق عليها حسين انذار زي ما كان يجب ان يستحق ابو كونيه انذار. كان اللوجو هو كابتن. نشوف حاله تسلل رائعه عند وليد، الحقيقه وليد شعبان. دي حالات تميز للحكام المساعدين لازم نقف عندها. انا طبعا سقفت له وانا بتفرج على المباراه وقلت برافو ليه، لان الحالات اللي زي كده بتفوت كتير. شوف اللعبه بقى يا كابتن طاهر، وشوف لحظه لعب الكوره اين كان. لسه كمان امشي عادي، كل ده عادي. بص هنا هنا لحظه لعب الكوره. بص بقى، مش هو كمان اللي لعبها، دي خبطت فيه. اللحظه اللي لمست فيه، كمل بقى اللقطه، كمل اللقطه. هنا حسين ياسر في موقف تسلل ورجع خدها، لما خدها كان في موقف سليم. دي حاله تميز نقول عندها، دي حاله تميز للحكم المساعد وليد شعبان.